أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومحتارين في حلها ابعتولنا على صفحتنا على فيسبوك أو في صندوق التعليقات وهنساعد بعض عشان نلاقي لها حل. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا منى، عندي 61 سنة، اتربيت في أسرة متوسطة الحال. أبويا كان موظف حكومة وأمي كانت ست بيت، وعندي 3 إخوات، ولدين وبنت، وأنا ترتيبي التانية بعد أخويا الأكبر ب3 سنين. كان كل حلمي إني أدخل الجامعة ويكون لي شأن كبير، لكن للأسف ظروف أبويا المادية ما سمحتش، فاكتفيت بدبلوم أنا وأخويا الأكبر. أما أخويا وأختي الأصغر ما خدوش أي تعليم، كل واحد فيهم شق طريقه في الحياة وكونوا أسر ناجحة جدا على فكرة. أما أنا بقى فعشت حياة كلها آلام وأوجاع. اتجوزت بعد ما خلصت الدبلوم على طول بابن الجيران اللي جنبنا، ومعاه دبلوم زيي وأكبر مني ب4 سنين، وركزت في حياتي وفي بيتي، وربنا رزقني بولد. بعد سنة واحدة من الجواز كرست كل وقت إني أربيه، وكنت بعتبر بيتي مملكتي، وكنت كل يوم بستنى رجوع جوزي بفارغ الصبر من الشغل. أنا كنت بحبه جدا. في يوم من الأيام عرفت إن واحدة صاحبتي تعبانة، فقررت إني أزورها، وبعد ما جه جوزي من شغله استأذنته إنه أروح أزورها فوافق. لكن بيتها كان في منطقة بعيدة ومتطرفة في البلد، وفي نص الطريق قابلني شاب من البلد. أنا عارفاه كويس لكن ما اتكلمتش معاه قبل كده، ونادى عليا بس أنا ما اديتلوش أي اهتمام. بالعكس استغربت جدا من تصرفه، لأن عندنا في البلد حتى لو قريبي ما ينفعش يتكلم معايا عشان كلام الناس. لقيته مرة واحدة بيشدني وبيقول لي على فكرة أنا بحبك. فصرخت بأعلى صوتي، وكان في واحد وابنه بيرووا أرضهم، جم بسرعة ولما سمعوني، ولما شافهم الحقير ده جري. فسألني الراجل الكبير حصل لك حاجة؟ حكيت له اللي حصل وقلت له يا ريت ما تجيبش أي سيرة لحد من الكلام اللي بيحصل ده، لأن كلام الناس ما بيرحمش. الراجل قال لي لأ، لازم ياخد جزاءه عشان ما يتجرأش على حد تاني. رجعت البيت وأنا مرتبكة والدموع في عيني، والراجل قابل حماية وحكاله اللي حصل. وللأسف اللي خفت منه حصل. الناس قعدت تلسن عليا بكلام كله كذب، وإن في علاقة بيني وبين الحقير ده، وإن أنا المخطئة، وإني لو كنت ملتزمة ما كنتش هسمح له يقرب مني، أو إن إزاي أروح لواحدة صاحبتي في وقت متأخر زي ده. للأسف جوزي وأبوه سلموا ودانهم لكلام الناس وبعتوا لأبويا، فجاب بسرعة وقال لهم في إيه. فجوزي انفجر فيه وقال له بنتك طالق. وقعت على الأرض مغمى عليا، وجات أمي خدتني لبيت أبويا، لكن جوزي خد مني ابني. حاولت معاه بكل الطرق إن أنا أخده تاني وهو رفض. تاني يوم أبويا لجأ لشيخ القرية وحكاله اللي حصل، فقال له الشخص ده عايز يتجوزني على الرغم من إنه أصلا متجوز وعنده عيال. فرفضته طبعا، لكن أبويا أصر ولقاها فرصة عشان نصلح خطأ أنا أصلا ما ارتكبتوش، واتجوزته بعد العدة. بس أنا كنت مكسورة ومليش أي قرار أو رأي، وصحتي اتدهورت. كل الدكاترة قالوا إن دي حالة نفسية، واستسلمت للأمر الواقع. أما طليقي فما صدق واتجوز واحدة تانية على طول، وكان كل تفكيري في ابني اللي غرسوا فيه كرهي، وبإني اتخليت عنه، وإني ست سيئة. عدت عليا أيام كئيبة وحزينة، وخلفت أول بنت من جوزي التاني. علاقتي بضرتي كانت وحشة جدا، لكن بعد كده بقينا كويسين وأكتر من الإخوات. جوزي بقى التاني ده كان بيشتغل في توظيف الأموال، بمعنى أدق كان بينصب على الناس. بعد 3 سنين خلفت ابني التاني كمان منه، وضرتي وقتها كان معاها 3 عيال. وفجأة في يوم الشرطة جت بالليل وخدوه، واتحكم عليه بالسجن 10 سنين بتهمة النصب والاحتيال. وللأسف بقينا من غير أي دخل. أنا ربنا كرمني بوظيفة حكومية ساعدني فيها راجل كويس من أهل بلدنا. أما ضرتي بدأت تبيع خضار قدام البيت، وكمان كان مطلوب مننا ندفع للمحامي أتعابه. وبعد مداولات طويلة خرج جوزي بالعفو بعد نص المدة، وأنجبت ابني التاني. وعلى الرغم من إننا وقفنا جنبه وطلبنا بس منه يتقي ربنا فينا، لكن للأسف اتغير تقريبا 180 درجة. بقى طول الوقت ضرب وإهانة لينا احنا الاتنين. ومفيش سنة ورجع تاني يشتغل نفس شغله القديم مع ناس تانيين في بلد تانية، والمرة دي اتقبض عليه لكن جاله جلطة ومات. طول السنين اللي فاتت ابني مرحش من بالي، لدرجة لما كنت بشوفه في الشارع واجي أحضنه أو أسلم عليه يسيبني ويطلع يجري. منهم لله أهل أبوه اللي قسوه عليا. وفجأة طليقي مات في حادث ميكروباص، وابني عايش لوحده مع اخواته من ابوه ومرات ابوه. حاولت بعدها كتير اخده يعيش معايا، لكن هو رفض واهل ابوه رفضوا. واسودت الدنيا في عيني، وعدى العمر لحد ما ابني بقى شاب واتجوز بنت من قريتنا. وحضرت فرحه بعد ما ناس توسطولي عند اهل ابوه قبلوني على مضض.
وللأسف انقطعت كل صلة ليا بيه بعد كده. والغريب بقى إن ولاد عمام طليقي ربطتهم علاقات نسب مع اخواتي وجوزوهم بناتهم. معنى كده إنهم عارفين إن أنا مغلطتش وإن سمعتي كويسة، وارتبطوا بيهم بعلاقات نسب، ده أكبر دليل. لكن ابني للأسف مش راضي يسمعني. دلوقتي حاسة إني قربت أموت. أنا بعتلكم وطالبة منكم تقولوا كلمة لابني يمكن يسمع منكم، وقولولي أعمل إيه. لصاحبة الرسالة: كل دي أشياء مقدرة وابتلاءات من ربنا في الدنيا، ومهما عدت السنين ربنا هيظهر الحق. اصبري وحاولي تاني وتالت ورابع مع ابنك وقوليله إنك مظلومة. وبقول لابنك: اسمع لأمك في آخر عمرها، ده حتى ربنا قال إن هي لو كافرة ما ينفعش تبقى عاق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صدق الله العظيم. وانتوا كمان قولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات.